ساعات بتقابلنا فيديوهات ما بنقدرش نعديها، بنقف عندها ونقول مستحيل ان اللي شفناه ده حقيقي. بعض المشاهد دي بتموتنا من الضحك، وبعضها بيموتنا من الرعب. الفيديو ده هياخدك في جولة بين أغرب اللقطات اللي صعب تتكرر، وكل مشهد هيخلي شعورك يتغير عن المشهد اللي قبله. فخليك مركز لأن اللي جاي مش طبيعي، ويلا بينا نشوف أغرب اللقطات. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. رغم ان المنظر يجنن، إلا أن أخاف أبقى واقف على أرض بتتحرك بالشكل ده. الانفجار ده كان شكله مرعب بمعنى الكلمة، بس السواق كان محظوظ وخرج من غير أي إصابات. مشهد يخلينا نراجع نفسنا ونفتكر قد إيه الدنيا دي صغيرة. أنا لحد دلوقتي مش مصدق إزاي البنت دي وكلبها خرجوا من الموقف من غير خدش. لو العربية دي اتأخرت جزء من الثانية كانت الكاميرا هتصور كارثة حقيقية. أنا بيصعب عليا الناس اللي بيفتكروا الحاجات دي حقيقية، بس بصراحة الذكاء الاصطناعي بقى خارب الدنيا. يا بخت اللي بيصوروا ان هم شافوا المنظر ده على الحقيقة. في متعة اكتر من الدوري الانجليزي. الناس قاعدة بتاكل في امان الله، فجأة يلاقوا كاوتش عربية بيتنطط على الترابيزة، ومن ستر ربنا ان محدش فيهم اتأذى. السلام عليكم. الثلاجة فيها مية، قال انا جعان قوي. اهم دول بقى الجيران اللي عمري ما افتح لهم الباب. Whoa. Oh my God. I'm gonna move you. الحمد لله ان الراجل لحقها في اخر لحظة. الطريق ماشي عادي مفيش اي مشاكل، فجأة سواق التريلا يرمي على اليمين كأنه ما يعرفش حاجة عن المرايات. ده شارب حاجة ده ولا ايه؟ مش عارف ليه كنت مستني السمكة تفرقع في الاخر. جبتلك ألطف صنايعي هتشوفه في حياتك. All right, buddy, hang on. Come on. You did it. صاحبنا ده بقى واقف يشم هوا ولا على باله، فجأة بيتفاجئ بالتلج واخد جذع الشجرة ونزل قدامه. ولو كان قدم خطوة واحدة كان زماننا بنقرأ له الفاتحة. انت لو كنت جبت عربية وشاركت في السباقات كان هيبقى اوفر لك من اللي انت عامله ده. انت متخيل حجم اطنان الزيت اللي راحت بسبب ان القطر خرج عن مساره؟ الهوا حرك الألواح دي فجأة كأنها قصدة تهجم على الراجل قبل ما يركب عربيته. ده ليه ترى عنده ده ولا ايه؟
هو بعيدا عن ان العجلة فرقعت، بس ايه البودرة اللي طلعت منها دي؟ لو حد يعرف ياريت يقول لنا. جزء من الكوبري انهار فجأة قدام العربية، لكن سرعة تصرف السواق كانت كفيلة تمنع حادثة صعبة، ولحسن الحظ الكل خرج سليم. يا نهار ابيض، احنا رحنا الفضاء ولا ايه؟ دي ألطف عملية صيد شفتها في حياتي. Hey, what happened? الخوذة مش بس هتحميك من الحوادث، دي كمان هتحميك لو في طائر رخم زي ده حب يرازي فيك. في جزء من الثانية أخد القرار الصح، وده أنقذه من مواجهة مرعبة مع دبين كان ممكن تنهي حياته بشكل مأساوي. ده بقى مطعم في مالطا، وفي لحظة واحدة الفيضان يقلب كل حاجة، والحمد لله ما كانش في حد في المطعم وقتها. أول مرة أشوف واحد عايم في الكابتشينو. Okay, we're gonna deliver some coffee to a... الراجل ده كان قايل انه بيوصل الاوردر لأي مكان، بس شكله كان يقصدها بالمعنى الحرفي. Oh wow! Wow, that was cool. الشاب ده عمل حاجة مستحيل تيجي غير بالحظ، رمى كيس الزبالة من فوق، والمفاجأة انه نزل متسنطر في السلة. ازاي لعبها صح في ظروف الجو دي؟ سبحان الله، الرمل سايل اكتر من المية. الحمد لله ان الموضوع ده عدى على خير، بس يا ريت ناخد بالنا من الحاجات اللي فيها ليثيوم زي البطاريات والباور بانك. اهي دي بقى ربنا نجاها مرتين، مرة لما خدت قرار سريع وتفادت العربية اللي رمت عليها، والمرة التانية لما عدت بأعجوبة من اللي جاي عكس. عمال بيقولوا الستات ملهاش في السواقة ليه؟ ادي اخرة اللي بيلعب بالنار. هو رايح للمطافة تلحقه ولا ايه؟ If that doesn't get a million views, I don't know what will. المشهد ده خلاني عايز اعيط، وفي نفس الوقت خلاني احمد ربنا على نعمة المأوى اللي الواحد مش حاسس بيها. لما يحصل انهيار تلج زي ده قدامك، حاول تجري علشان ربنا يسترها. ده من الناس اللي خدت نص حظها في الدنيا في الموقف ده، كان ما بينه وما بين عجلة العربية ملي واحد بس، الحمد لله انها جت على الحاجة اللي معاه.
انا مش قادر احدد المنظر جميل ولا مرعب، يا رب يطلع ذكاء اصطناعي. That's what a blind guy sees when tennis is on. It's really good. مين قال ان الانقاذ مفهوش دراما؟ في العاصفة اللي حصلت في نور إستر، المنقذ اللي على الساحل كان مستعد يعمل المستحيل علشان يرجع الناس، حتى لو كان المستحيل ده انه يجيب هليكوبتر. ايه موضوع عجل العربيات اللي بيطير كل شوية ده يا جدعان؟ ده الواحد لازم يخلي باله من نفسه بقى. من الواضح ان في حد منهم غلطان، يا بتاع العربية يا الست اللي بتعدي، وفي كلتا الحالات عدت على خير. حرفيا الاتنين دول اتكتب لهم عمر جديد. النار وهي طالعة تحسها طالعة من بقة النين. مع انه كده كده خسران، بس يستاهل نرفع له القبعة. واضح انها مش هتنسى عيد الميلاد ده ابدا في حياتها. اهو ده مش هيقف في كارتة طول حياته. بحب انا مشاكل الاغنياء دي. اكيد ده المكان اللي نشأت فيه كلاب البحر. مية مرة قلنا الستات ما تسوقش، لا عربيات ولا اي حاجة تانية. الهند دي بنشوف فيها العجب، اسد بيجري ورا كلبين لحد ما دخلوا باب المصنع، والبواب لحق الموقف وقفل الباب وانقذ المصنع والكلاب من كارثة. Quella fa cose che mi diranno. No, no, lo stanno facendo per divertirsi. Passare. Dove stanno andando? Dai, entrando il combattere. البنت كانت واقفة بتشتغل عادي جدا، ومن غير أي مقدمات ضيف غير متوقع قرر ينزل عليها من فوق، وكأن ربنا ألهمها تبص لفوق في الوقت المناسب. الحشرات دي تحسها شغالة على سنسور واحد. واضح ان اللي سايق ما يعرفش ان في حاجة اسمها فرامل. اركن بقى موضوع الحظ دلوقتي علشان حاسس ان هم متفقين يعملوا اللقطة دي، ومع ذلك حظهم كان حلو انه وقع في الشنطة فعلا. الفيديو ده بيوثق لحظة انهيار برج الجرس اللي بقاله قرون واقف في الفلبين، ويعتبر من اكتر الفيديوهات اللي بتبين قوة الزلازل عاملة ازاي. واضح ان النهارده ما كانش يوم الصيد بتاعه، والموج حب يمسي عليه بحاجة خفيفة عشان ياخد بعضه ويروح. تكلم الونش عشان يروح لك عربيتك، يقوم يروحك من غيرها. Oh my god. Holy sh... I am behind a trailer. يا نهار ابيض، تفتكروا مين اللي غلطان في موقف زي ده؟ هي دي بقى الخبرة اللي بيقولوا عليها، وفي الوقت المناسب كمان.
اهي دي لقطة حظ بتحصل مرة في المليون. هي حاجة من اتنين، يا واخدها عافية يا ما يعرفش حاجة عن السواقة. انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا. واضح ان الديت ده ما كانش ماشي زي ما هم مخططين، وتحول لموقف مستحيل ينسوه. حتى القرود غارت من بعض على البنت. دي بقى تاخد مركز أول مرتاح لو دخلت بطولة في سرعة ردة الفعل. بقى الكلب الصغير ده يعمل فيك كده؟ اخس. الفيديو ده اكتر فيديو هلكني ضحك. حتة اكشن كده على الماشي، بيدخل الجيم قبل ما الباب يقفل بثواني. نادر لما يحصل حوادث من النوع ده، لكن سرعة ردة فعله كانت هي السبب الحقيقي اللي خلته يخرج منها سليم. أنا مش شايف سبب يخلي حد يجيب الصندوق ده إلا إذا كان عايز يرازي نفسه. بصراحة مش عارف ده نيزك ولا شهاب، بس سبحان الله في ثانية الليل اتقلب نهار. ده حرفيا كرم من عند ربنا على الراجل ده. أهم درس هنا إن تأمين العجل مش رفاهية خالص، خصوصا على ميل زي ده. الحمد لله إن ما كانش حد واقف جنبها، وإلا كان زماننا كلنا زعلانين. تقريبا البقرة دي حد حط لها في الأكل حباية شجاعة. أوف، الوقع على الدماغ بنهاية محتومة. الراجل ده بطل بجد. يا ستار، الحمد لله ان الشجر ده مولعش، وإلا كان زماننا بنتفرج على كارثة. المشي على الجليد محتاج مهارة، لكن اللي حصل المرة دي كان 1% مهارة و99% حظ. بصراحة أنا فخور بالراجل ده وبشجاعته. أنا لو اتعرض عليا فلوس الدنيا وأحط نفسي وسط النحل كده مش هعملها. مهما شفت ومهما قابلت، هيفضل الكلب هو أوفى صديق للإنسان. You can't see anything. A little bit, okay. Oh my God!
إصابة مباشرة في قلب الهدف، والأغرب من كده إنه كان مغمض عينه، والمفروض إنه أول مرة يلعب اللعبة دي. أول حاجة جت في بالي لما شفت السمكة دي فيلم بوحة. صدق سلخت قبل ما اذبح. ركز مع العربية الصفراء اللي عدت دي علشان ده نفد بعمره. لحق نفسه وشدها معاه بسرعة، كأن قلبه كان حاسس انه عايز يهجم عليه. ما تستغربش لو شفت المجاري مولعة كده، وخد بعضك وطير علشان ممكن يحصل انفجار في أي وقت. دي أول مرة أشوف نار خضرة طالعة من فتحة مجاري. المنظر زي ما يكون جاي من فيلم خيال علمي، بس الحريقة اللي حصلت هي اللي خلت الموقف مرعب. السواق ده لولا ان ربنا ألهمه السرعة انه ينبه الست كانت ودعت الملاعب. ايه المنظر ده؟ شكلنا كده بنتعرض لغزو جديد. ده ألطف عشا أنا شفته في حياتي لحد دلوقتي. دي مش مذيعة، ده حارس مرمى ناقصه تيشيرت المنتخب بس. في حالة لو ما شفتش طيارة بتتزود بالوقود في الجو قبل كده. قال انا اللي مفكره غلبان ومش عارف ياكلها في الاول. الديك هنا يرجع له الفضل بعد ربنا في انقاذ العيله كلها. في البحر انت مش بس هتواجه خطورة البحر، لا انت بتواجه الطبيعة كلها. سبحان الله، تحس البرق ضرب السمكة اللي بتاكل الطعم. بقى مش مكسوف من نفسك وانت طالع تجري منه؟ الكلب ده انقذ البيت كله حرفيا. الدب ده كان جاي يسأل على العسل، بس للأسف ملقاش حد في البيت. ايه يا عم الرعب ده؟ ده ماشي بهيكل عظمي في الشارع ده ولا ايه؟ اختارت اللحظة المثالية انها تقوم، كأنها عارفة ان المروحة هتقع. شيء مش مرهب لما تشوف عربية ماشية على 120، لكن هيبقى مرعب لو شفت قطر ماشي بالسرعة دي. بعد ما حصل انفجار ضخم في المنطقة، فتحة التهوية وقعت من على المبنى وتسببت في كوارث محدش يتخيلها. حد يفهمني ايه ده يا جماعة؟ شكلها حاجة بتحصل مرة كل مليون مرة.
اللي قدامكم ده نبذة بسيطة عن قد ايه الجو بيبقى متلج في روسيا. ميلي واحد وجوزها كان هيبقى أول ضحية، لكن ربنا ستر والفيراري هترجع له زي ما هي. يا جبروتك يا أخي، ده أنا لو لمحته بس هيجيلي صرع. نفسي أعرف الناس اللي بتنزل تعوم جنب الكائنات دي بيجيلها قلب إزاي. جات لهم مفاجأة من السما خلت اللحظة دي مستحيل تتنسي. لا. Oh no you didn't. الصدمة هنا إنها أول محاولة ودي شبه مستحيلة لكنها حصلت. لا. Oh no you didn't. Alright, so we have a piece just to see what happens. أنا مش فاهم حاجة، لو حد فاهم مش هيخسر حاجة لو فهمنا. اللي ينقذ كلب ويحوله من الحالة دي للحالة دي لا يمكن تلاقي قلب أطيب منه. خسارة إن بعد الحركة دي ما يصبش في نفس الكوباية. There. Go. تقريبا ده أكتر واحد محظوظ أنا شفته في حياتي. هما طلعوا يجروا ليه؟ أنا لو اتحطيت في الموقف ده هموت من الضحك. When teamwork meets timing. لما التفاهم يجي مع التوقيت الصح بتحصل لقطات مستحيل تتكرر. حرفيا بقت أجمد من إنها تدخل في الشبكة. الواحد عاوز يبلبط حبة زي صاحبنا ده. واضح ان تمرين الرجل النهارده ما كانش كفايه عليه، لان اللي عمله بعد كده مش اي حد يقدر يعمله، خصوصا لو بالوزن ده. السلحفه دي مع انها بطيئه الا انها ممكن تفضل طول اليوم تلف ورا القطه كده من غير ما تزهق. But I'm obsessed. You just poke a hole in it. اشك بصراحه انه يكون قاصد يعمل كده قدام الكاميرا، الا لو كان مجنون ومش بايع على العربيه. My car! Oh my god! اوف، البرق عامل زي القنبله اللي ضربت. اللهم صل على النبي، ناقصها بس تنط الحبل وتبقى كملت. من كرم ربنا ان صاحب المحل لسه سايب المكان ده من ثواني، وكأن الناس دي دخلت علشان تنقذه وهي مش عارفة. بصوا، انا هضطر اتنازل واشتري اللي هتخسر على عيبها.
مستحيل الراجل ده يكون طبيعي، اكيد شارب حاجة. هو انا قاعد على اعصابي ليه؟ يا عم وقع وخلصنا. غالبا الاب كان مجهز نفسه، عارف ان هو الهدف، عشان كده ردة فعله كانت اسرع من الكرة نفسها. يا مزاجك يا اخي. ودي بقى لما تبقى كان نفسك تشتغل طباخ والدنيا تجبرك تبقى حلاق. التفاحة قالت له لو وقعت على الأرض هزعل منك. يا ريت ناخد بالنا واحنا بنجيب حلة الضغط، ويا ريت ما نجيبهاش من سوق الجمعة. خبرة القبطان وأعصابه الحديد وبعض الحظ كانت السبب اللي خلاه يخرج من الموقف ده في اللحظة المناسبة. الكلاب حلوة ما قلناش حاجة، بس واحد بس كفاية. غالبا دي بتبقى النتيجة لما تكون كبير وهبل. ده لو بينط في المية مش هينط النطة دي. فيا أراهنك إن الراجل ده ما بيقفش في الزحمة. سبحان الله، الراجل رمى العملة في البرميل، ومن بين كل المساحة دي نزلت جوه القمع الضيق اللي تحت المية بالظبط. اهي دي واحدة من أكتر المعارك المسالمة اللي هتشوفها في حياتك. الإعصار ده واحد من أشد الأعاصير اللي حصلت في التاريخ. لو عرفت الإعصار ده كان في أنهي دولة تبقى أنت معلم. طول عمري أسمع عن التوصيل السريع، دي بقى أول مرة أشوفه. أنا ممكن أبقى ماشي في الشارع يقابلني مجموعة كلاب ماشي معلش، إنما مجموعة فيلة طب أعقلها إزاي دي؟ زي ما في عربية مطافي في برضه طيارة مطافي. أنا لو في الموقف ده مش هعمل حاجة غير إن أنطق الشهادتين. وانت ماشي في مدينة زيون هتتفاجئ من حجم الكوارث اللي هتشوفها في الطبيعة، فخد بالك من نفسك كويس. Where's the bus? Oh my god. We made it. They're alive. The bus is okay. ردة فعله السريعة هي اللي أنقذته. سيبك انت من انه عدى قبل وقوع الشجرة بثواني، ولا انه ازاي يعدي اصلا؟ ايه العجلة دي؟ لما الموضوع يخص الاولاد، الام مش هترحم حد مهما كان نوعه او حجمه. واضح انه فاكر الموضوع هزار، بس اللعب مع خروف بقرون كبيرة بالشكل ده ممكن يقلب الموضوع بجد في ثانية. الفيديو ده في كمية خدعة بصرية رهيبة، أنا بقيت حاسس إن القطة بحجم جودزيلا.
الواحد لو مربي شوية بقر زي دول هيبقى قاعد طول اليوم مبسوط وهو بيتفرج عليهم. حركة زي دي مستحيل يبقى مرتب لها، دي بتيجي حظ بس. اهي العاصفة دي لو جت بعدها مطرة كل اللي في البيت ده هيتشردوا. مش مهم انت شجاع قد ايه، المهم تكون مأمن نفسك كويس. mais t'es ouf, t'aimes trop le cheddar. Arrête. C'est pas parce que t'es... mon sac, mon sac, mon sac. اهو ده الحرامي الوحيد اللي مش هتعرف تبلغ عنه. mon sac. عود نفسك لما تبقى طالع من ركنة تبص في المراية الأول، والحسن الحظ لحق يكلبش الفرامل. اهي الطيارة دي تلففك العالم كله في يوم واحد. وده يعلمنا ما نركزش في أي حاجة غير الطريق واحنا سايقين. الهوا كان رحيم جدا بالراجل ده وهدى عشان العربية تتعدل. Look down. Look down. Look down on your lap. Wake up. What's on your lap right now? صباح الفل يا عم، ده انت بوظت المفاجأة اللي عاملينها لك. Go back to sleep. يا نهار ابيض، ده غزو ده ولا ايه؟ لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، واكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.